حول دور الإعلام في معالجة الإشكاليات والنزاعات الثقافية وخصوصا في فترات الأزمات، يعني والهدف طبعا هو تكريس فكرة القبول بالآخر، فكرة التسامح، فكرة التعايش. ارتأينا أن موضوع دور الإعلاميين كوسطاء سؤال لم يسبق طرحه بشكل كبير، يعني نوقش هذا الموضوع في كذا مؤسسات في كذا ندوات، لكن تسليط الضوء عليه مفيد جدا. لماذا؟ لأنه الآن في وسائل الإعلام الأوروبية سواء التي تبث محليا أو التي تبث من أوروبا نحو العالم العربي أصبح هنالك يعني رصيد مهم لإعلاميين من أصول مهاجرة، وهؤلاء في الحقيقة في اللحظات الصعبة في العلاقة بين أوروبا والعالم الإسلامي يمكن القول بأنه يمكن الرهان عليهم في طرح أو في الحوار حول هذا الموضوع. ولذلك ارتأينا أن حتى الحوار يكون فيما بينهم، يعني قبل أن نفكر في حوار مع زملاء مثلا ألمان أو أوروبيين آخرين، لأنه سيكون حلقة مقبلة في هذا الصدد. إلى أي حد تساعد خلفية هؤلاء الإعلاميين المهاجرة، خلفياتهم المهاجرة كوافدين من أصول مجتمعات عربية وإسلامية، إلى أي حد تساعدهم باعتبارهم يعني أكثر قدرة على فهم الإشكاليات المرتبطة بمجتمعاتهم الأصلية، وفي نفس الوقت باعتبارهم مواطنين أوروبيين إلى أي حد لديهم الإمكانية أو هم مؤهلون للمساعدة في حل الإشكالات أو في الحوار أو في إدارة الحوار فقط، يعني في إدارة حوار صحي وسليم. هذه إشكالية نود أن يكون الحوار حولها مثمرا وشيقا. لماذا؟ لأنه وأنا واثق من ذلك، لأنه لدينا هنا نخبة من الإعلاميات والإعلاميين الذين برز نجمهم في الإعلام في عدد من المؤسسات الإعلامية الأوروبية، ولديهم خبرة ميدانية خبرة ميدانية في مناطق الأزمات، خبرة ميدانية في إدارة الحوارات، خبرة ميدانية في تعميق الرؤى والتفكير والتأمل في هذه القضايا. وكذلك لدينا يعني مساهمين وشركاء في المجتمع المدني معروفين بمساهمتهم، ولذلك نركز جدا على النوعية، ولذلك نعتقد أن الحوار سيكون مثمرا. كما قلت، إذن المهمة ليست سهلة، نعتقد أنها صعبة أن يقوم الإعلاميون من أصول مهاجرة بمهمة الوساطة، لكن ينبغي أن نحاول وينبغي أن نتحاور كيف يمكن جعل هذه المهمة أقل صعوبة. إذن